مهما رحنا ومهما جينا مش هنلاقي ابدا احلى واطعم والذ واظرف وادفى من الاكله دي. اكله كلنا اتربينا عليها، كلنا قعدنا مع اهالينا امهاتنا وابهاتنا واخواتنا على طبليه واحده واكلناها، وكانت اظرف اكله ممكن ناكلها، وكانت احلى اكله ممكن ناكلها. وفي نفس الوقت كانت ليله، بتبقى ليله جميله قوي يوم ما نعمل بقى الفرخه في شويه شوربه، ومعاها البطاطس المسلوقه المتحمره، ومعاها حله الرز البيضه الجميله دي. بصراحة مهما أكلت في أي مكان ومهما أكلت أي أكل، أنا بحس إن أنا ما بشبعش ولا بستمتع غير بالأكلة الجميلة دي. الفراخ في الشوربة والرز والبطاطس المسلوقة اللي بتفكرني بأكلات الزمن الجميل. الرز طبعا بنسلقه بالطريقة المعروفة، بس أنا الحقيقة بحط عليه شوية لبن مع المية، وبحط كمان حبة زيت مع وزبدة وحبة مع اللبن، يعني الزيت والزبدة واللبن مع بعض مع شوية مية وشوية ملح صغيرين، وبتسلق عادي جدا، بتستوي بالطريقة اللي احنا عارفينها. ليه بحط زيت مع الزبدة؟ لازم احط شوية زيت عشان الزيت بيلمع الرز، كمان الزبدة بتطعمه، زبدة او سمنة طبعا، حاجة بتدي طعم وحاجة بتدي لمعة للرز، ويبقى ايه، مفرفر ومش ملزق في بعضه. الفراخ بسويها بالطريقة العادية جدا بطريقتكم طبعا، بس الحقيقة أنا ببقى مبسوطة جدا وأنا بعمل الأكلة دي، لأن هي أكلة بتفكرني بزمان، وأنا بحب الأكلة دي جدا. بغسلها طبعا كويس، وبشوحها في طماطمايه وبصلايه وحبة فلفل وورقة اللوري، وكمان حبيتين 3 حبهان مع معلقة زبدة أو سمنة. بعد كده بسيبها على نار هادية أو تتشوح لحد ما تنزل ميتها وتشربها تاني. بحط لها بعد كده المية المغلية، وطبعا أسيبها بقى تستوي على نار هادية مع نفسها كده، تديني أحلى شوربة. سيبك بقى من الحلة البخار والحاجة اللي بتستوي بسرعة، دي ما بتديش شوربة حلوة أبدا. جربي الطريقة تسوي الفراخ أو الطيور على نار هادية وانتي هتديكي أحلى شوربة الحقيقة. بتديني فعلا احلى شوربة، بتديني احلى طعم. البطاطس طبعا طريقة سهلة ومعروفة جدا. بنجيب البطاطس وبنقشرها وبنقطعها 4 تربع، وبنسلقها مع شوية ملح خفيف قوي قوي. بعد كده بنصفيها ونحمرها مكان الفراخ، بيبقى وبنزود حبة زيت وحتة زبدة عشان تبقى البطاطس واخدة من طعم الفراخ. الحقيقة بتبقى أكلة تجنن تجنن تجنن. وما تنسيش الليمون مع الشوربة. ألف هنا وشفا. مطبخ سوسو بيتمنى لكم كل خير، وبيقول لكم باي باي، وكل يوم أكلة جديدة.